بيبدأ الفيلم مع سوزومي، البنت اللي في سن المراهقة واللي بتكون عايشة مع خالتها بعد ما مامتها ماتت وهي عندها 4 سنين، وخالتها هي اللي ربتها كل الفترة دي. وبتكون سوزومي بتستعد علشان تروح المدرسة بالعجلة بتاعتها زي كل يوم. في الطريق بتقابل شاب يسألها لو كان في هنا أي أماكن قديمة أو طلال، لأنه بيدور على باب قديم شوية. فبتقول له سوزومي على المكان اللي بيدور عليه، وبعدها بتمشي تفضل تفكر هو ممكن يكون بيسأل عن المكان ده ليه. فبتقابل صديقتها آية وبتسلم عليها، لكن سيزومي بتكون مش عارفة تبطل تفكير في الشاب اللي قابلته، ويا ترى رايح عند الباب القديم يعمل ايه. عشان كده بتقول انها هترجع تجيب حاجة نسيتها وهتيجي تاني. فبتيجي على المكان اللي قالت للشاب عليه، وهناك بتلاقيه مكان فاضي وفيه باب، وبتقرر تفتح الباب ده علشان تشوف ايه اللي وراه. وفعلا بتفتح الباب وبتشوف جواه مكان فاضي وأرض خضراء. فبتقرر إنها تدخل جوه المكان، لكنها كل ما بتدخل بتلاقي نفسها عدت الناحية التانية من الباب وما دخلتش جوه المكان ولا حاجة. وبيفضل الموضوع يتكرر أكتر من مرة لحد ما بتخبط سوزومي في حجر واقع على الأرض، وبتستغرب من شكله وبتمسكه، لكنه فجأة بيتحول لقطة حقيقية وبيجري منها. وسوزومي بتقف مكانها وهي مش فاهمة أي حاجة، بس بعد كده بتمشي وبتروح على المدرسة وبتقعد مع أصحابها، لكنها بتشوف دخان جاي من المكان اللي كان فيه الباب. ولما بتقول لأصحابها بيقولوا لها إن هما مش شايفين أي حاجة، وساعتها بيجي على موبايلات الطلاب إن في إنذار لزلزال. بتبص سوزومي ناحية الدخان وبتلاقي شكله اتغير، بقى لونه أحمر وواخد شكل دودة عملاقة. فبتمشي من المدرسة وبتروح بسرعة على الباب، وهناك بتلاقي الشاب اللي قابلته، فبيحاول يقفل الباب اللي خارج منه الدخان ده. وبيفضل يحذر سوزومي إنها تبتعد وما تقربش من هنا لحد ما الدخان بيزيد وبيكسر المكان اللي هما فيه. فبيحصل انهيار وبتعور الشاب ده في دراعه. فبتقرر سيزوني إنها تساعد وبتروح تزقه مع الباب عشان يتقفل مرة تانية، والاتنين بيفضلوا يحاولوا لحد ما بيقول الشاب ده تعويذة. وساعتها المفتاح اللي لابسه في السلسلة بتاعته بينور وبتظهر فتحة في الباب، فبيحط فيها المفتاح بسرعة وبينجح إن هو يقفله. وبعد ما الباب بيتقفل والخطر بيخلص بيسألها هي ليه جت هنا تاني وسابت الباب مفتوح، وبيسألها على مكان الحجر الأساس اللي كان هنا. وسوزومي في الأول بتكون مش فاهمة حاجة، بس بعد كده بتفهم إنه هو أكيد يقصد الحجر اللي هي خبطت فيه وتحول لقطة، لكنها في الوقت ده بتاخد بالها من الجرح اللي في إيده واللي اتعور بسببها. فبتعرض عليه يجي معاها البيت علشان تعالج الجرح ده. وفعلا بيروحوا على البيت وهو على كرسي صغير وبيقعد عليه لحد ما سوزومي تجيب الأدوات بتاعة الإسعاف، وبتيجي وبيعرفها إن اسمه سوتا، مهنته غالق وهو اللي زيه مهتمين إن هما يقفلوا الأبواب دي في كل أنحاء اليابان. وفي الوقت ده اللي بيتكلموا فيه بنشوف سودومي قط شكله متبهدل في البلكونة، فبتروح تلعب معاه بتحط له أكل وشرب. وساعتها القط شكله بيتغير، بيتكلم وبيقول لسوتا أنت بتأخرنا كتير. وفجأة بيتحول سوتا للكرسي اللي كان قاعد عليه، وأول ما بيعرف إن هو اتحول لكرسي بيفضل يزعق للقط وبيجري وراه في الشارع. ولما بتقابل خالتها بتقول لها إنها رايحة مشوار وجاية بسرعة. وفعلا بيفضلوا كلهم يجروا في الشارع، والمنظر بيكون غريب جدا لكل الناس، إن في قط بيجري وفي كرسي بيجري وراه وبنت بتجري وراهم هما الاتنين، لحد ما بيوصلوا على بخرة وبيقدر القط إن هو ينط عليه وبيهرب منهم. وساعتها بيقعد سوتا وسوزومي يفكروا ممكن يعملوا ايه وازاي يرجعوا سوتا بشري تاني. وسوتا بيفهم ان القط ده اسمه دايكن، وانه واحد من الحجرين الاساسيين اللي بيتحكموا في العالم بتاع البوابات والدودة العملاقة اللي بتسبب الزلازل والكوارث الطبيعية، ولازم يحولوا الحجر ده تاني عشان يحافظوا على التوازن والدودة ما تهربش وتسبب الكارثة دي. وبيفضلوا هما الاتنين على البخرة لحد ما بتوصل تاني يوم الصبح على مكان اسمه ايهال. وسوتا بيقول لسوزومي تاخد أول بخرة راجعة لطوكيو وتروح هي على البيت، لكنها بتقول إنها تفضل معاه ومش هتسيبه. ولما بتقلب في الموبايل بتاعها بيشوف إن القط انتشر صورته في كل مكان في اليابان، والناس متصورة معاه وعاملين هاشتاج دايجن، وبيكونوا مستغربين إزاي الناس عرفت اسمه، وأكيد لو شافوا القط ده تاني بيتكلم هيخافوا. لكنهم بيلاحظوا إن آخر صورة ليه كانت في محطة القطر، عشان كده بيجروا هما الاتنين بسرعة على محطة القطر عشان يمكن يقابلوه هناك فعلا. وفعلا بيروحوا على هناك، لكنه بيكون مش موجود. وبينزلوا يتمشوا في الشارع بيشوفوا بنت سايقة موتوسيكل ومعاها صناديق فاكهة. فجأة صندوق من الاتنين بيتفك وبيقع على الأرض،
فبيجري سودا يجيب شبكة علشان يمنع إن الفاكهة تجري على الطريق، وسوزومي بتساعده. ولما بتنزل البنت تشكر سوزومي بتقول لها إنها تهيأ لها إن الكرسي كان بيتحرك لوحده، فبتقول لها سوزومي إن ده بس عشان الشمس وهي سايقة في الطريق، لكن أكيد مفيش كرسي هيتحرك لوحده. والبنت بتعرفها بنفسها اللي اسمها تشيكا، وسوزوكي بتوريها صور ديجن وتقول لها إنها جت عشان تدور عليه. لكن المشكلة إن هما بيتكلموا بيشوفوا دخان خارج من مكان قريب منهم، بيعرفوا إن في باب اتفتح ولازم يجروا عليه بسرعة. وفعلا بيجروا هما الاتنين، وبتجري تشيكا بالموتوسيكل بتساعدهم علشان يوصلوا أسرع، وهي ما بتبقاش فاهمة أصلا هما بيجروا ليه. بيقدروا يوصلوا، وبيحاول سودا وسوزومي إن هما يقفلوا البوابة، بس المشكلة إن سودا محبوس في جسم الكرسي ومش عارف يتحرك براحته. عشان كده بتاخد سوزومي المفتاح، وسودا بيقول لها تفكر في الناس اللي كانت عايشة هنا قبل كده، تحس بيهم. بيبدأ هو يقول التعويذ بتاعته لحد ما بتظهر الفتحة بتاعة الباب، وبتقدر سوزومي إنها تقفله، وهو بيقعدوا هما الاتنين يحتفلوا، بيقولوا إن هما تشكلوا فريق حلو جدا مع بعض. وفجأة بيظهر مرة تانية بيقول لهم إن لسه في بوابات تانية هتتفتح. بعدها بيهرب. بعد كده بتروح سوزومي عشان تبات في فندق صغير لحد الصبح. الشيكة بتكون معاها وبتقدم لها أكل، وبتفضل تتكلم معاها على الكرسي اللي على طول معاها في كل حتة. وبتقول سوزومي إن الكرسي ده هدية من مامتها قبل ما تموت، وهو مهم جدا بالنسبة لها. وتاني يوم الصبح بتشوف سوزومي فيديو انتشر على النت، الناس بتتكلم عن القط الغريب اللي بيطلع لأماكن عالية. وسوزومي بتروح تتفرج الفيديو لسوتا، وبتقوله إن هما لازم يتحركوا عن المكان اللي هو فيه. فبتودع سوزومي شيكا، بتديها لبس النوم بتاعها وتقول لها ابقي رجعيه في أي وقت وتعالي زوريني تاني. وعلى طول بيتحركوا هما الاتنين، لكن المشكلة إن الدنيا بتمطر عليهم، بيكون في برق ورعد وهما مش عارفين يمشوا، وبيقعدوا على الكرسي في الشارع علشان يستخبوا من المطر. وبيعرفوا إن الحفلة اللي جاية قدامها 6 ساعات، لكن لحسن الحظ بتيجي ست معاها عربية بتعرض على سوزومي إنها توصلها لأي مكان. فعلا سوزومي بتوافق وتركب معاها، والست دي بتكون معاها طفلين توأم قاعدين ورا وبيلعبوا في الكرسي بتاع سوزومي، واللي هو أساسا بيبقى سوتا. بيفضلوا يقولوا لمامتهم إن الكرسي ده شكله بيتحرك، لكن مامتهم بتضحك وبتقول إن خيال الأطفال بيشوفوا حاجات أكتر من كده. وبتفضل الست تتكلم مع سوزومي وبتعرض عليها تيجي معاها البيت وتخلي بالها من الأطفال، وهي هتسيبها تبات معاهم علشان عندها شغل بالليل، وهي أصلا كانت بتدور على حد خلوا بالي من الأطفال. فبتوافق سوزومي تروح معاهم، وهناك الأطفال بيفضلوا يلعبوا معاها وبيضربوا فيها، وبتحس إنها تعبت منهم مش عارفة تعمل إيه، لحد ما بيقرر سوتا إن هو هيتحرك وبيقول لها إن هو هيساعدها. لما بيسألوها إزاي بالكرسي بيتكلم، فبتقول لها إن ده كرسي بالذكاء الاصطناعي، وبيفضلوا يلعبوا مع الكرسي لحد ما بيناموا هما الاتنين. وساعتها بتخرج سوزومي للحانة اللي بتشتغل فيها مامتها، وبتشوف دايكن وهو قاعد مع الناس على الترابيزة، وأول ما بيشوفها بيجري، فبتجري وراه هي في الشارع. تفضل تنادي على سوتا علشان يجي معاها، وسوتا بيسمعها بينط من الشباك، وبيجروا هما الاتنين ورا ديجن لحد ما بيشوفوا دخان جاي من مدينة الملاهي القديمة. بيجروا هما الاتنين في اتجاه الدخان ده، وبيعرفوا إن هو جاي من عربية من عربيات العجل الدوارة الكبيرة اللي اتحول لبوابة. فبتجري سوزومي علشان تقفلها، وسوتا بيقول لها إن هو هيجري ورا ديجن علشان يمسكوه ويرجعوا حجر تاني. وفعلا سوتا بيفضل يجري وراه لحد ما يمسكوا. بيقعوا هما الاتنين في غرفة التحكم بتاعة الملاهي وهو بيشغلها، لكن المشكلة إن سوزومي لما بتوصل عند البوابة بتشوف جواها نفسها وهي صغيرة، وبتشوف مامتها كمان، وهو بيحس إنها مسحورة ومش قادرة تتحكم في نفسها، بتكون عايزة تدخل جوه الباب علشان تشوف مامتها. وساعتها بيضطر سوتا إنه هيسيب دايجن ويجري على سوزومي عشان ما تدخلش، وبيقدر يمنعها في آخر لحظة. وهو بيقول التعويذة بتاعته بتظهر الفتحة اللي في الباب، وبتقدر سوزومي تقفله وبتنقذ الموقف. وتاني يوم الصبح بتتحرك سوسوتا على القطر علشان يوصلوا لطوكيو، وسوزومي بتقول إن زمان خالتها قلبت عليها الدنيا وبتدور عليها في كل مكان، وهي بتكون خايفة من رد فعلها. لكن سوتا بيقول لها إن في حاجة مهمة لازم يعملوها الأول قبل ما يروحوا على البيت عندها، وبيخليها توصل للمكان اللي هو قاعد فيه واللي هو عند الفندق برضه. وبتقول للناس اللي هناك إنها تبقى قريبة سوتا وعايزة المفتاح بتاعت أوضته علشان تاخد حاجة توديها له. وفعلا بتاخد المفتاح وبيطلعوا على الأوضة اللي قاعد فيها سوتا، وهو بيطلع صوته ده بيقراه، وبيكون الكتاب ده عن الأبواب. بيقول لها إن هو عايز يتأكد من مكان البوابة الكبيرة، وبيعرف إنها موجودة هنا في طوكيو. فبيقول لها إن هو كان نفسه يروح يتكلم مع جده وياخد رأيه في الموضوع ده، بس المشكلة إن جده تعبان في المستشفى، ولو شافه هو كرسي هيتضايق أكتر وهيزعل. وفي الوقت ده الباب بيخبط وبينادي واحد على سوتا،
فبيقول إن هو عارف إن هو هنا علشان الباب مفتوح، وسوتا بيقول له إن ده أكيد صاحبه وبيطلب منها إنها ما تقولهوش إن هو هنا، وفعلا بتروح تفتح له الباب. فبيقول لها إن هو بيدور على سوتا لأنه كان عندهم امتحان المدرسين امبارح وهو ما جاش. زوم بتقول إن أول ما يوصل هنا هتبلغه، وأثناء ما هما بيتكلموا بيجيلهم إنذار على الموبايل باحتمالية حدوث زلزال. بتبص سوزومي على الشارع فبتشوف دخان لكنه بيكون أكبر من كل مرة، فبتاخد سوتا معاها وبتجري على طول على هناك. بيشوف ديكن في الطريق فبينزل سوتا من على ايديها وبيجري وراه لحد ما بيبدأ يحصل زلزال في المكان كله. ساعتها بينطوا هما الاتنين على الدخان، لكن سوزومي بتكون هتقع فبينط سوتا بيمسك وبيفضلوا هما الاتنين على الدخان لحد ما بتتشكل دودة عملاقة في السماء. إن الدودة دي لو وقعت على الأرض هيحصل زلزال قوي جدا وناس كتيرة هتموت. وساعتها سوتا بيقول لسوزومي أنا دلوقتي بس اللي فهمت إن لما تيجي العمل على التعويذة اتحولت أنا لحجر الأساس، وديكن بقى حر. وفعلا بيبدأ سوتا يتجمد وبيتحول لحجر، وديكن بيقول لها إن أنا معايا حق وإن اللي ماسكاه دلوقتي مش سوتا وده حجر الأساس، والمفروض تغرسه في الدودة عشان تنقذ كل الناس اللي ممكن يموتوا من الزلزال. وفعلا بتغرسه في الدودة، وساعتها الدودة بتتدمر وبتقع سوزومي من فوق، لكن ديكن بيطير وبيمسك وبيحول نفسه لكائن ضخم وبيقع بيها في المية علشان يحميها. وبتفضل سوزومي في الوقت ده تفتكر مامتها لما عملت لها الكرسي وهي صغيرة وإنها كانت فرحانة بيه جدا، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في مكان تحت الأرض. بتقول إن أكيد سوتا عليه، لكن بيقول لها إن سوتا مبقاش بشر زيه زمان، فبتمسكه بإيديها وبتفضل تتعصب عليه وبتقوله إن هو السبب في كل اللي حصل ده، وبتكون عايزة ترميه على الأرض لكن بتمنع نفسها في آخر لحظة وبتسيبه. بعدها بيخرج على الشارع، بيكون كل الناس حواليها مستغربين من شكلها وإنها متعورة وماشية من غير شوز، لكنها بتكون رايحة المستشفى عند جد سوتا عشان تعرف منه الحقيقة زي ما سوتا كان عايز. وجده أول ما بيشوفها بيقول إن سوتا أكيد فشل، لكنها بتقوله إنها عايزة تدخل العالم الأبدي عشان تنقذه من هناك. فبتعصب الجد وبيقول لها إن العالم الأبدي ده مش مكان للأطفال واللي بيدخل هناك مش بيعرف يخرج أبدا، وسوتا دلوقتي بيواجه مصيره ولازم تسيبيه لوحده. فبتقوله سوزومي إنها مش خايفة وإنها هتدخل العالم الأبدي وهتقدر تحرر سوتا وتخرج بيه من غير ما يحصل له أي حاجة. ولما الجد بيلاقي إنها مصممة بيقول لها إنها مرتبطة بالعالم ده، عشان كده شافت نفسها مع مامتها وهي صغيرة، وبيفكرها بالباب اللي دخلت فيه لما كانت طفلة، وبيقول لها ترجع لنفس الباب ده عشان تعرف تروح العالم الأبدي. وأول ما بتمشي بيظهر ديجن للجد، والجد بيقول له إن بقالهم كتير ما تقابلوش هما الاتنين، وبيطلب من ديجن إن هو يحافظ عليها ويفضل معاها ويساعدها. وبعدها بتروح سوزومي على البيت علشان تغير هدومها تبدأ رحلتها. لما بتنزل بتتفاجأ بسيزيا وقاعد في عربية وبينادي عليها وبيسألها بتعمل إيه، ولما إنها بتدور على سوتا بيقول لها إن هو كمان بيدور عليه ويطلب منها إنها تركب معاه علشان يروحوا مع بعض يدوروا عليه. ولكن بصدفة بتكون تماكي خالة سوزومي موجودة في المكان ده وبتنادي عليها وبتسألها بتعمل إيه، ولما سوزومي بتقول لها إنها رايحة بتدور على حد مع سيزا، وبتصمم خالتها إنها تركب معاهم علشان تحميها. وفعلا بيركبوا بيتفاجئوا راكبين معاهم في نفس العربية، ولما بيسألوا سوزومي مين ده بتقول لهم ان ده القط بتاعها وان هو اسمه ديجن. بيقول لهم ان هما لازم يتحركوا وما يضيعوش وقت، وهم بيستغربوا ازاي القط بيتكلم. فبتقول لهم سوزومي ان دي تهيؤات والقطه ما اتكلمتش ولا حاجه. وفعلا بيتحركوا بالعربيه وفي الطريق بيتعرفوا على تماكي وبتقول ان هي رابط سوزومي لما كان عندها 4 سنين، لكن في مشاكل ما بينهم وكلها بسبب ان سوزومي في سن المراهقه دلوقتي. فكرة إن أي حاجة بتعملها بتكون قصدها ترخم عليها وتتحكم فيها. وبعد شوية بتنام تماكي بسبب إن الطريق طويل، لكن بيجي إنذار عن الموبايلات باحتمالية حدوث زلزال، فبتقول سوزومي بسرعة وبتنزل علشان تشوف الدخان جاي منين، لكن بيكون مفيش أي دخان. ترجع العربية وهي وسوزومي بيكملوا الطريق لحد ما بيوصلوا المطعم علشان يرتاحوا وياكلوا فيه. وبتكون سوزومي في العربية ومش عايزة تنزل معاهم، وبتروح تماكي تقول لها تيجي تاكل، لكن سوزومي بتقول لها أنا مش عايزة آكل وأنا حرة. وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض بسبب إن تماكي بتقول لها إنها ضيعت عمرها علشانها ومحدش كان عايز يتجوزها لأنهم فاكرين إنها بنتها. وبتفضل تماكي تزعق لها لحد ما بتقع على الأرض، وبيظهر من وراها قط ضخم، وبنعرف بعد كده إن ده بيبقى حجر الأساس التاني هو بيشيل دايجن. وبيقعدوا هما الاتنين في العربية، وبعد شوية بيكملوا طريقهم مرة تانية، لكن دايجن والقط الثاني بيتكلموا بيقولوا إن هما عايزين سوزومي تقفل البوابات وبترجع كل حاجة زي ما كان. سيزا بتخض لما عمل حادث بالعربية وبيفضلوا كلهم بيدوروا على حد يساعدهم،
لحد ما بتقرر سوزومي إنها مش هتكمل معاهم وهتاخد باقي الطريق مشي لحد ما توصل عند البوابة اللي فيه بيتها القديم. وساعتها تماكي هي كمان بتشكره وبتلاقي عجلة قديمة مرمية في الشارع وبتجري وبتاخدها وبتجري ورا سوزومي وبتركبها معاها بيوصلوا عند البيت هما الاتنين. فأنا بتروح سوزومي عند الباب القديم وبتفتحه وبتدخل هي ودايزي للقط التاني وبيفضلوا ينزلوا من مكان عالي وبيلاقي الدودة العملاقة جوه فبيتحول لقطة تاني لنمر ضخم وبيروح علشان يحارب الدودة ودايزن بيلاقوا نفسهم في مكان محروق وكله نار وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصل للجبل اللي محبوس عليه. ودايزن بيقول لها انها لو حررت سوتا فهتسمح للدودة انها تهرب من هنا. بيفضلوا يجروا لحد ما بيوصل للجبل اللي محبوس عليه وبيجن بيقول لها انها لو حررت سوتا فهتسمح للدودة انها تهرب من هنا. لازم يكون في حجر أساس محطوط علشان يفضل محافظ على العالم بتاعها. فبتقول له سوزومي إنها مستعدة تخلي نفسها هي الحجر على أساس مكانه وفعلا بتبدأ أطراف إيديها تتجمد. لكن دايزن بيساعدها وبيزق معاها الكرسي بيفضل هما الاتنين يزقوه لحد ما بيحرروا سوتا وبيرجعوه بشر تاني. لكن المشكلة إن في الوقت ده المكان كله بينهار من حواليهم وبيشوفوا يتحول الحجر مرة تانية. فبتجري عليه سوزومي بتقول إنها فهمت أخيرا إنه كان بيحاول طول الوقت ده إن هو يوديهم على البوابات اللي مفتوحة علشان يساعدهم إن هم يقفلوها وكان هدفه إن هو يحافظ على الدودة دي محبوسة على طول. الوقت ده القط التاني بيتحول لحجر هو كمان بيرمي نفسه في إيد سوتا وسوتا بيطير علشان يضرب طرف الدودة بحجر الأساس اللي في إيده. وسوزومي هي كمان بتطير عشان تضرب الطرف التاني بحجر دايجن وبينجحوا هما الاتنين إنهم يدمروا الدودة وبيدمروا معاها العالم بتاع الدودة كله. ساعتها بتشوف سوزومي نفسها وهي صغيرة وبتروح تتكلم معاها وبتقول لها إنها مهما كانت حزينة لازم تعرف إن كل حاجة هتعدي وتركز في مستقبلها. وبتعرفها إن هي في المستقبل هيكون ليها شأن عظيم مع الأيام وكل واحد من بعدها بيرجع للعالم بتاعه ومن بعدها بيفضل سوزومي وسوتا مع بعض. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.